من لحظات صعبة قبل البطولة. بماذا تشعر؟ ماذا تريد أن تقول؟ الأردن في الدور نصف النهائي للمرة الأولى. المنتخب الأردني مع عموته يقدم عروض طيبة على مستوى آسيا. مميز المنتخب الأردني كابتن مهدي، فريق متطور، نقول مميز لكن نقول متطور. صحيح. المدرب تعرض إلى حملة شرسة جدا في المباريات الودية في الأردن. في الأردن بصراحة، يعني تعرض لانتقادات شديدة وشديدة جدا، لكن سبحانه مغير الأحوال مع أول انتصار وثاني وكذا وصعد الفريق. يعني تغيرت الآراء. ليش؟ لأنه نحن ناس نتسرع في الحكم. كانت في أصوات تطالب حتى قبل أن يروح إقالة المدرب. اليوم الأصوات هذه نفسها صارت تشيد بالمدرب. نعم. أنا نقول لهم اصبروا على المدرب. الأردن عملية البناء وعملية تكوين فريق منافس لكأس العالم تحتاج إلى جهد كبير وتحتاج صحيح. إلى وقت كبير. صحيح. أنا مع وجود عموتة، مدرب مميز عموتة. وبدأ يثبت وجوده مع الكرة الأردنية وراح يطور منتخب الأردن. نعم. المدرب الجميل. تفضل. ألف مبروك الحسين عموتة. عارف ما عشته من لحظات صعبة قبل البطولة. بماذا تشعر؟ ماذا تريد أن تقول؟ الأردن في الدور نصف النهائي للمرة الأولى. طبعا الحمد لله، يعني أنا سعيد جدا أول حاجة، لأنه الثقة اللي كانت داخل المجموعة صراحة استغليناها يمكن 1000%، لأنه هي ديك الثقة اللي خلقنا داخل المجموعة هي اللي خلتنا أننا نكونوا ملتزمين تكتيكيا، أننا من الناحية الذهنية كنا حاضرين، لا من الناحية القتالية ولا التركيز ولا الاستماتة وراء لوحة الفريق. أظن هذه كلها أشياء خلتنا أننا نآمنوا بأنه عندنا إمكانيات، ووصلنا بهذه الإمكانيات هذه اللي سخرناها 1000%. كل اللاعبين يعني قاموا صراحة بالأدوار ديالهم يعني 1000%، وهي اللي خلتنا أننا نوصلوا للمباراة ديال النصف النهائي. هنيئا للاعبين وشكرا لهم أول حاجة، لأنهم هما السلاح ديالنا داخل الملعب، لأنه لولا اللاعبين والمجهودات ديالهم لما كانت يعني المنتخب الأردني لما كان في هذا النصف النهائي. طبعا شكرا للجميع لمن ساهم يعني في تحضير هذا الفريق، لا من إدارة ولا من معنويات ولا الكل ولا المساندة الجماهيرية.
الحمد لله أنا أظن أنه استحقينا أننا نكون في هذا الدور، وحد أوفر للدور المقبل. بكل صراحة الحسين، هل توقعت الوصول إلى هذا الدور قبل البطولة بكل صراحة؟ لا طبعا لا، طبعا لا، لأنه إحنا مرينا ببعض المشاكل، كانت هناك تضاربات يعني، وواحد المطبات كانت شوية صعب على الفريق، لكن الحمد لله أنه يمكن بحثنا على هذاك نقولوا الديكليك او النفسي اللي خلانا اننا نامنوا بالامكانيات ديالنا ونامنوا يعني بالتكتيك ديالنا، خاصه اللي لعبنا به. لما امنا به وانخرطنا فيه تنظن انه النتيجه كانت يعني كما كتشوفوا، هو انه دور نصف النهائي لاول مره يعني في تاريخ الكره الاردنيه. تنظن انه اللاعبين ولا الاداره ولا الاطر التقنيه ولا الجماهير اظن استحقت انها تكون يعني في دور نصف النهائي، والاهم هو اننا نحتفلوا اليوم وان شاء الله ونحضروا المقابله الجايه ان شاء الله. بسرعة السؤال الأخير، الجماهير الأردنية سعيدة لك، الجماهير المغربية، الجماهير العربية بصفة عامة، ماذا تقول لها؟ وأيضا شاهدنا لقطة جميلة، سمو ولي العهد بين الجماهير وهو يحتفل. يعني الحمد لله، الحمد لله، هذه هي المساندة اللي كنتكلموا عليها، المساندة يعني الذهنية اللي محتاجينها اللاعبين، هو الحضور ديال سموه ولي العهد، الحضور ويعني والتواجد يعني بالدوحة ديال سمو الأمير علي يعني باستمرار يعني منذ تقريبا يمكن المباراة الثانية، وهذا دعم معنوي بالنسبة للاعبين وكيحتاجوه اللاعبين. وطبعا انا قلت يعني جميع الشروط يعني توفرت، الحمد لله. كان هناك انضباط تكتيكي، استماتة، يعني سبورت معنوي من الداخل ومن الخارج، وهذا شيء جميل جدا. والمتمنيات ديالنا هنيئا للجميع، هنيئا للجميع، وتمنىنا اننا نبقاو مركزين لاخر نقطة ان شاء الله. توفيق الحزين، الف مبروك. الف مبروك. بارك الله عليك. الف مبروك. مبروك مبروك يا الحباب، مبروك وشكرا بزاف على الدعوات. الحمد لله رب العالمين انصفنا وشرفنا يعني الأطر الوطنية المغربية. الحمد لله أن أبناء الوطن استطاعوا أنهم يدخلوا الأردن للتاريخ. أول مرة في تاريخ كرة القدم الأردنية المنتخب يصل نصف النهائي، إنجاز غير مسبوق ساهم فيه الكل. وشكرا للمساندة والدعم للجمهور الأردني في هذه المباراة وطيلة المنافسة. شكرا لكل من دعا معنا بالتوفيق، شكرا لكل من أحبنا وأحببناه، شكرا على مجهودات اللاعبين والأطقم التقنية والإدارية والطبية. أتمنى إن شاء الله أن القصة تستمر، والأفراح هنا بقطر صراحة تذكرنا بأفراح المنتخب المغربي في كأس العالم. الحمد لله